شوفوا يا حبايب قلبي شكل الشاورما القمر دي. جميله ازاي، تحفه. نشوف الاكل ده. يلا بينا بقى نعمل مع بعض الشاورما الجميله دي بحاجات بسيطه وسهله وهتعجبكم. يلا بينا بقى نشوفوا الشاورما مستويه ازاي، وطعمها بصراحه تحفه. جربوها هتعجبكم. يلا بينا بقى كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش الاشتراك واللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم بيوم جديد وفيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة يا حبايبي فيديو خفيف كده، وبصوا تشجيع كده وايه وحاجة جميلة جدا. معانا طبعا ايه، معانا دلوقتي هنعمل شاورمة فراخ. معانا كده صدر متقطع اهو، متقطع حتت صغيرة كده، مغسول ومنقوع بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. معانا صدر فرخة غاسلينه ومقطعينه اهو بالشكل ده كده اهو. ومعانا كده بصلتين مفرومين في الكبة. ومعانا التوابل بتاعتنا. هنصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش يا حبايب قلبي بقى تحطوا لي اللايك والاشتراك والكومنت الجميل زيكم كده. ويلا بقى نبدأ. ومعانا بقى التتبيلة بتاعتنا القمر دي. معانا بابريكا، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، توابل فراخ، بصل بودر، توم بودر. التوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. وانا طبعا عشان ما اطولش الفيديو بتاعنا عليكم، انا قطعت بقى الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. غسلتها الاول ونقعتها وبعد كده قطعتها. ومعانا دي بقى المستردة بتاعتنا كده اهو. ومعانا كده ليمونة. ومعانا بقى مرقة الدجاج بالشكل ده كده. ومعانا طبعا هنحط معلقة خل. معانا بقى هننزل الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا سهلة وما بتاخدش اي حاجة. طبعا السندوتش بقى بنشتريه بره النهاردة طبعا غالي، لكن احنا هنعملها كده بكل سهولة بقى في البيت اهو. هنعصر كده الليمونة كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. عصرنا الليمونة بتاعتنا وهننزل بقى البصل اهو. البصل بتاعنا كده هننزله. وهننزل بالتوابل بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين برضو. وهننزل بمعلقة خل اهو. وهنحط بقى معلقة ملح برضو كده زي ما انتوا شايفين. وهنحط برضو معلقتين مستردة اهي بالشكل ده كده اهو. اهو. ومعانا بقى ورق بتاع واحدة ماجي كده زي ما انتوا شايفين اهي، فاين فوز، عشان يبقى طعم الشاورما بتاعتنا. بصوا تتبيلة خفيفة. وهنقلب بقى الشاورما بتاعتنا كده اهي. اللي عايز بقى يتبلها ويحطها في التلاجة مثلا يتبلها بقى، واللي عايز مثلا يعملها ويطبخها يعني على طول مفيش مانع. يعني هي كده مش هتقول لا وكده مش هتقول لا يعني. هنقلب بقى الشاورما بتاعتنا كويس جدا اهو. وكده الشاورما بتاعتنا بقت جاهزة اهي بالشكل ده كده اهي، تحفة. وزي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، معانا بقى كده صينية سخنة كده على البوتاجاز اهي. هنسخن الصينية بتاعتنا جدا، تبقى سخنة قوي يعني.
وهننزل بقى معلقه زيت اهو بالشكل ده كده اهو. وهنسيبها تسخن بقى معانا. لما تسخن بقى قوي كده يا حبايب قلبي، الزيت سخن معانا كده. الشاورما بتاعتنا اهي. هننزل بقى الشاورما كده اهو. طبعا لازم الصينيه تكون معانا سخنه عشان الفراخ بتاعتنا تاخد صدمه اهي. وهنقلبها بقى كده وهنسيبها بقى لغايه ما تستوي. وكده الشاورما بتاعتنا اهي بالشكل ده كده. هنسيبها بقى مش هنقلبها الا لما تاخد بقى صدمه كده اهي. شوفوا بقى يا حبايب قلبي شكل الشاورما بتاعتنا جميله ازاي، وشوفوا اللون تحفه بجد. وهنقدم بقى معاها كده طحينه، ومعانا كده طماطم وبصل، ومعانا مكرونه سباكيتي كده بالشكل ده كده. وده بقى كانت وجبتنا النهارده. وده بقى مخلل كرنبيط كده زي ما انتم شايفين. بصراحه الفيديو بقى تحفه والله العظيم. بصوا خفيف ومش مطوله عليكم. الاكل ما شاء الله الله اكبر وهم. شوفوا بقى يا حبايبي جمال الشاورما بتاعتنا. شوفوا مستويه ازاي، شوفوا وشوفوا اللون بتاعها بصراحه جميله اللهم بارك تحفه. شوفوا بقى يا حبايب قلبي، هعمل معاكم بقى سندوتش الشاورما بالشكل ده كده اهو. حطينا الطحينه كده بالشكل ده كده اهو. وهنحط بقى معاه كده بصل وطماطم. شوفوا بقى اللهم بارك السندوتش عامل ازاي تحفه. شوفوا شكل السندوتش بقى يا حبايب قلبي. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الفيديو ويعجبكم جدا اهو. واشوفكم في امان الله ورعايته. مع السلامه.